عم حلمي، يا نعم. انا عايز اعرف الحكايه بتاعت الناس اللي هم ايه كان بينهم خلاف، اللي كان بينهم خلاف على الارض وكان عندهم قضيه وتقول لي بقى بتاعت الناس القديمه بتاعت المرجله، الناس الجميله بتاعت المرجله والناس اللي كانت بتاعت زمان. صلى على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. كان في عيلتين وعائلتين كبار. فالعيلتين الكبار دول حصل بينهم خلاف على مروه بتلو الارض. فطبعا عشان احترام الناس الكبيره حكوا قعدوا في المحكمه شويه طبعا سنين والقضيه شغاله، سنين والقضيه شغاله وهم باحترامهم مع بعض عادي. فجأة يوم الجلسه النهائيه اللي هي فيها الحكم بقى يا يبقى لدي يا يبقى لدي، اللي هي القضيه هتحكم بقى يا دي ياخد مروه الري يا دي ياخد. ففيه طرف من الاطراف دي ما عندوش عربيه والطرف الثاني عنده عربيه. ايوه. فاللي ما عندوش عربيه ده قام الفجر ركب ومشهم راحوا عشان يحضروا الجلسه عشان معتمدين ان هو ايه دي كان معاه عربيته هيروح بدري متاخر هيمشي. انما دول قاموا قايمين ماشيين. فلما راحوا الجلسه قعدوا يستنوا الجلسه ما الراجل ما يجيش. ايه اللي عطلوا بقى؟ اللي عطلوا ان هو قام يركب عربيته لقى ام الجماعه خصمه مات. طب هم فين ولادها يا ولاد؟ قالوا ده النهارده الجلسه وهم سافروا من بدري. فقام قايم بالواجب من زمن الناس الجميله. عمل ايه بقى؟ قام قايم جايب بقره من دواره وقام ذابحها وقام جايب خيمه وقام جايب مقرئ وقعد يتقبل عزاء ام الناس اللي هي خصمه. فلما اتاخر بهم الوقت بقوا العصر او كده ولا كده كان الراجل ده دفن وخلص. وكان بقى طبعا هناك في الجلسه ايه اللي حصل بقى؟ وفي الجلسه بقى المحامي يقول له ما احنا مالناش دعوه يلا. قال له لا ده احنا ناس كبيره زي بعض وناس معدودين على بعض يا سياده القاضي اجل لنا القضيه لعند الخصم الثاني بتاعنا ما نشوفه ما جاش ليه. وقاموا جايين نازلين قصاد عزبته عشان يطمنوا عليه. امال ابوكوا فين يا اولاد او ما جاش الجلسه النهارده ليه؟ قالوا له ده الباقيه في حياتك في امك وهو في الميدان. فقام راح اتلقى الصوان منصوب والناس واخده عزاها مظبوطه والراجل واقف بجلابيته وبعبايته. كان زمان اللي بيلبس العبايه دي يبقى من الاعيان. خصمهم واقف ياخد العزا. خصمهم واقف ياخد العزا. وهو اللي بعد ما خلصوا العزا تمام التمام قاموا قاعدين ويا بعض وخابطين ايديهم على ايدين بعض وقال له يا عم شوف اللي انت عايزه ايه خده لان انت عملت معانا الواجب اللي محدش في الدنيا يعمله. وصافي يا لبن وحليب يا قشطه. وخلصت القضيه. خلصت القضيه من غير قاضي ومن غير محاماه. دي الرجاله بتاعت زمان. هي دي هو ده العصر الجميل. العصر الجميل. كان بيقول لك لما يموت الراجل الكبير بيموت معاه 3. ايه هم ال3 يا عم الحاج؟ الواجب والاحترام والادب. دول 3 بيموتوا مع الراجل الكبير. النهارده لو انت داخل شقتك بتتلاقى ابنك مكوع يمكن ما يقومش يتعدل. انما زمان لو كنت سمعت كحة ابوك في الشارع كنت تقف انتباه على حالك. وده العصر اللي كان الجميل. الله يكون بعون الجيل الصغير هيبقى نظامه ايه. والله يدبر اموركم. وخلصت الحكايه.